هنعمل هنا مكتب كامل موجود في العربيه يا جماعه، في العربيه 3 عين عشان نقدر نوصله على طول دايركت. لا تجرب هذا في المنزل. احنا دلوقتي بنختبر السيفتي بتاع الباور انفرتر. جبنا خلاط 800 واط. ازيكم؟ بيسوس نزلت مصر يا جماعه، واخيرا بقى ليها وكيل حصري، وانه لخبر لو تعلمون العظيم. بعد عناء كبير جدا في ان انا كنت بشتري منتجات بيسوس من دبي، النهارده بقت موجوده في مصر. عايز اقول لكم ان بيسوس دي من افضل الشركات اللي بتقدم كواليتي صراحه وورلد وايد. يعني هي شركه صينيه بس بريميوم شويه، بتقدم حاجات كده ليها علاقه بالكهرباء بشكل بريميوم، يعني انت تشتري وانت مطمن. النهارده هنجرب 3 منتجات. في الحقيقه انا مش هجربهم كلهم، ولكن انا قررت ان انا اقول لكم العلاقه ما بين ال3 حاجات. يمكن نزلنا بوست ليه علاقه ب3 حاجات دول، وكتبت لكم 1 و2 و3 وايه علاقتهم. هنجرب النهارده الفاست تشارجر 65 واط، وهنجرب الانفليتر اللي هو بينفخ العجل، وده اللي هنقعد بقى في وقت طويل قوي ان احنا نجربه، فكره الباور انفرتر. ايه علاقه بقى الباور انفرتر بالتشارجر ده؟ انتوا عارفين ده الناس كلها عارفاه. ده تشارجر بيعمل ايه؟ وظيفته بيعمل ايه؟ بياخد ال 220 فولت الاي سي اللي موجوده في بيوتنا ويحولها لدي سي تيار مستمر، وتشحن بيه الموبايل اللي هو زي اليو اس بي وهكذا. فبيعمل دروب داون للفولت، يعني بينزل الفولت من فولت عالي 220 واي سي يرجعه تاني دي سي لفولت قليل تقدر تشحن بيه الموبايل واللابتوب والتابلت وهكذا. تمام؟ ده بقى العكس تماما، عشان كده اسمه انفرتر. انفرتر ده معناه بالعربي يعني عاكس. ده بقى بياخد البطاريه او بياخد الفولت من بطاريه الفولت بتاعها قليل 12 فولت يرجعه تاني كهربة البيت. يعني الاتنين دول علاقتهم مع بعض ان ده عكس ده. ودي القصه، ان حضرتك تقدر تستخدمه في العربيه بتاعتك، تحول كهربة العربيه اللي هي الكهرباء بتاعتها الفولت بتاعها قليل لكهربة بيت في العربيه. وده اللي احنا هنجربه النهارده، ومجهزين لكم انا واستاذه بريهان تجربه لصناعه مكتب كامل في العربيه. يعني انا النهارده هحاول اصنع مكتب كامل، لابتوب وراوتر وبرينتر وايه تاني عندنا، ايه تاني، وسماعات وموبايل نشحنه في العربيه، كأن العربيه دي هي اكتر حاجه احنا بنستخدمها. وفي ناس كتير على فكره بتعمل كده، الناس اللي بتتحرك على طول بعربيتها ومحتاجه يبقى معاها شاحن طول الوقت. الانفرتر ال 300 واط، و 300 واط ده رقم كويس جدا ان هو يبقى موجود في العربيه. وفي ميزه الصراحه، لان هم عندهم ال 200 واط وال 150 واط، في ميزه في ال 300 واط مش موجوده في ال 150 ولا ال 200، وهو ان انت لو بتعمل كامبينج مش لازم توصله على العربيه، انت ممكن توصله دايركت على بطاريه العربيه. وفي ناس كتير قوي على فكره كانت فاكره ان ده الكلامبات دي عشان يعمل بيها جامب ستارتنج يقوم العربيه. لا، هي مش بتعمل كده. هي فكرتها ان انت لو محتاج تحول بطاريه العربيه، الناس اللي الكهرباء عندها بتقطع ممكن تعمل حل ذكي كده. لو عندك بطاريه عربيه عايز تستخدمها لوقت طويل 220 وتشحن بيها حاجات او تشغل بيها حاجات 300 واط، تقدر تعتمد على الباور انفرتر. ده بقى ايه علاقته بقى بده؟ ان هو منفخ العربيه، فده لازم يكون معاك في عربيتك. وانا عايز اقول لكم بشوف ناس واقفه على الشارع والله العظيم، ودي حاجه بنصح بيها الناس كلها. وقابلت ناس واقفين العجله نايمه وبيتصل عشان حد يجي يشوف موضوع العجله النايمه، او بيغير الكاوتش ويقعد بقى ايديه تتلحوس والكلام ده كله. مع انه لو كان معاه انفليتور في العربيه او منفخ في العربيه ممكن ينفخ العجله لغايه اقرب بنزينه ويغيروا له العجله او يصلح الكاوتش بتاعه، او ممكن تكون الكاوتش نام عادي يعني. فانا شايف في 2024 ما ينفعش ما يبقاش معاك انفليتور، وانا معايا في عربيتي دايما انفليتور عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه ده لازم يبقى موجود. والانفرتر شكله للناس اللي بتحب انها تشغل 220 او كهرباء بيت في العربيه. احنا هنعمل انبوكسنج سريع. ده خلاص احنا مش هنستخدمه تاني، كنت جايبه بس عشان العلاقه كده، ولكن هو 65 واط فجامد جدا. وهستخدمه في شحن اللابتوب من الانفليتور جوه العربيه، لان اللابتوب بتاعي بياخد واط اعلى او بياخد 65 واط، وده بيطلع اليو اس بي بتاعه 30 واط، صح؟ 30 واط. فاحنا هناخد بدل ال 30 واط اليو اس بي تايب سي اللي موجود هنا، هنوصل ده في الفيشه عادي ال 220 وهناخد 65 واط، وبناء عليه نقدر نشغل اللابتوب بكل اريحيه في العربيه. طبعا لو لابتوبك بيشتغل بكهرباء عادي انت ممكن توصله بقى، مش محتاج ان انت تجيب البيسوس تشارجر ده، ولكن هو فاست تشارجر، سوبر فاست تشارجر، حاجه كده على الرايق. خلينا نعمل انبوكسنج ونشوف الموضوع ده عامل ازاي، ونطلع نركب الحاجات دي في العربيه ونشوف الموضوع جامد ولا مش جامد. اول حاجه اهم حاجه ان هو بضمان كيو دي اس ده 18 شهر، عشان كده قلت لكم ان بيسوس بقت موجوده في مصر بضمان 18 شهر، دي حاجه جامده جدا. باور انفرتر يعني يقدر ان هو يعكس الكهرباء 300 واط، ودي حاجه جامده جدا. وهاي باور مكتوب هنا هاي باور. دي الحاجات اللي جواه بيبقى الانفرتر واوبشن الولاعه واوبشن البطاريه وستورج باج عشان لو انت عايز تحطه في شنطه العربيه. وهنا اهم حاجه انه بيوريك استخدامه عامل ازاي. طبعا هو موصل عليه بروجيكتور وموصل عليه ثلاجه صغيره وذن ال 300 واط. لازم تركزوا في الموضوع ده لان مش هينفع اعلى من 300 واط. بركب بقى الانفرتر وبياخد الكهرباء بتاعته من البطاريه عادي. ودي حاجات حلوه جدا للناس اللي بتعمل كامبينج او الناس اللي بيبقى معاها بطاريات عربيات وعايزه تشغل كهرباء البيت عن طريق بطاريه العربيه. يلا بينا نفتح.
انا متحمس الصراحه، متحمس جدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. جاهزه؟ ادي اهو. واحد. وصلات تو ماتش وصلات. ادي دول تو اوبشنز، يعني انت مش دايما هتبقى محتاج الاثنين، على حسب احتياجك عامل ازاي. ده الاوبشن اللي بتوصل فيه الباور انفرتر وياخد من كهرباء العربيه. بصوا الكيبلز عامله ازاي، بصوا الكواليتي عامله ازاي، عشان لما اقول لكم ان ده هاي كواليتي او بريميوم كواليتي موضوع على الرايق. وعلى فكره في انفرترز في السوق كتير ورخيصه وبتاع، وانا عمري ما انصح حد يشتري حاجه رخيصه ليها علاقه بالكهرباء. يعني حط ورنينج كده، اي حاجه ليها علاقه بالكهرباء لقيتها رخيصه انت لازم تبقى عارف انك هتدفع اضعافها في مشكله هتحصل لك بعد كده. الكهرباء يا جماعه ما فيهاش استرخاص الصراحه، لا مشترك ولا انفرتر ولا حاجه ليها علاقه ببطاريات ولا هكذا. فالكيبلز هنا هي معموله عشان تشغل ال 300 واط صح. بصوا دي الكيبلز بتاعت البطاريه. بسم الله الرحمن الرحيم. في سكرين كمان على الرايق. ادي يا جماعه الباور انفرتر، تمام، 300 واط بيشغل كمان يو اس بي. يعني انت ممكن تحطه في العربيه عشان تاخد منه يو اس بي عادي 30 واط او تايب سي، الاثنين موجودين. لو انت لابتوبك بتشحن عن طريق تايب سي فالدنيا جامده. ومخرجين هنا اهو 220 اي سي، ودي حاجه جامده جدا. وعايز اقول لكم ان بصوا المخرجين دول كمان يونيفرسال شويه. يعني ايه يونيفرسال؟ يعني انت لو عندك شواحن مختلفه سواء بقى من امريكا او من مصر تقدر انت تشغلهم هنا اهو. في فان، ودي حته مهمه جدا ان هو لازم يبقى فيه كولينج فان، لان هو بيحول الكهرباء من 12 ل 220 فبيسخن، فلازم يبقى فيه كولينج فان. وعلى فكره لما دورت عليه وقعدت شفت الناس بتتكلم عليه قالوا ان الفان صوتها عالي. فيا معلم الفان صوتها عالي، انت كنت اصلا عارف تاخد 220 في العربيه؟ يعني معلش نستحمل بقى الفان اللي صوتها عالي، ما انت مدور العربيه. فالموضوع جامد. ده المكان اللي بتحط فيه الوصلات بتاعتنا، سواء انت عايز تشغله على الولاعه او تشغله على بطاريه العربيه. وهنا هو في سكرين بتوضح لك بقى الفولت والوات بتاع الان والاوت، والفولت بتاعك عامل ازاي، والوات اللي انت ساحبه قد ايه، عشان برضو تبقى انت عارف اي جهاز توصله انت وصلت للماكسيموم 300 واط ولا ما وصلتش للماكسيموم. فخلينا نطلع نجرب هذا البرودكت. بيسس لو حد دور على اسم بيسس، اسمه غريب قوي صح؟ هو بيزد اون يوزر ستايل او يوزر اكسبيرينس، حاجه زي كده، اللي هو في الاخر بيشوف الناس محتاجه ايه ويبدا ان هم يصنع لهم البرودكتس بتاعتهم بريميوم برودكتس. اوكي، الانفليتور بقى منفخ العربيه حجمه صغير. فين البتاع؟ منفخ العربيه حجمه صغير، وفي شويه تفاصيل ان هو بينفخ العربيه في 6 ل 8 دقائق على حسب الكاوتش بتاعك عامل ازاي، ويقدر ينفخ اكتر من عجله. يعني ممكن لو عجلتين يمين او 3 تقدر تعمل كده. وهو الصراحه الكواليتي بتاعته انا عارفه، يعني انا اشتريت قبل كده من بيسس في دبي، ما كنتش بعرف اجيبهم في مصر خالص الصراحه. بصوا عامل ازاي، حاجه شياكه والله. وباور بانك برضه على فكره بالمناسبه. ذمتك ده ما يبقاش معاك في العربيه، بس شياكه والله صح. ممكن نفتحه من هنا كده، يفتح واون. ده عربيه، موتوسيكل، عجله، كوره. اوكي، الشحن بتاعه قد ايه، الضغط بتاعك بي اس اي عامل ازاي. تقدر تستخدم هنا في كشاف اهو، كشاف فوق. وفي هنا هو باور بانك، سواء ان انت عايز تشحن ده للاس او اس للنجده. هنا في باور بانك تقدر تشحن، ولا خلاص تقدر تشحن منه تايب سي او تشحنه عن طريق التايب سي. فالفكره جامده جدا، وفكره ان يبقى معاك منفخ دايما في العربيه بتاعتك عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه، وبالذات الستات، بالذات لو وقفوا في اي مكان وعندهم مشاكل. صح يا بريهان؟ صح يا بتاعت البطاريه نايمه. اوكي، فهو ده، ومعاه الشاحن بتاعه برده، ومعاه الكونفرترز بتاعت الموتوسيكلات والعجل والكور وهكذا. انا متحمس الصراحه اجرب ده واجرب الباور انفرتر، وده بالنسبه لي هو المين بتاع الفيديو ده، ان انا عايز اشوف الباور انفرتر ده اخره لغايه فين. هتقدر تعمل لي ايه في العربيه، هتحول لي العربيه وتقدر ان انا استخدم اي اجهزه انا محتاجها ودن ال 300 واط في العربيه كاني في البيت بالظبط. اظن ده هيحل مشكله لناس كتير جدا مش عارفه تعمل ايه في فكره ان هو ممكن يركن عشان ينزل يشحن حاجه. يعني الموضوع خلص. وعلى فكره في سيفتي برضو، دي حاجه من الحاجات الجامده، انك لو قررت تتهور، ابو شيماء يتهور ويشغل مكنه قهوه في الكامبينج عليه، هو في سيفتي هيروح فاصل على طول، يعمل لك وورنينج ويروح فاصل، لان هو مش هياخد اعلى من الواط بتاعه. بيسس يا جماعه، يلا بينا. جاهزين نجرب الانفرتر. احنا هنا جينا في العربيه، وخليني اوريكم مكتبي الجديد اللي هنعمله هنا اهو. هو طبعا دي تجربه، انا ما بشتغلش في العربيه الصراحه، ولكن انا ممكن اطلع كامبينج فاوصله على البطاريه، وممكن نجربها برضو. ولكن هنعمل هنا مكتب كامل موجود في العربيه. خليت تعالى قربي كده معايا. بصوا احنا جبنا ايه، جبنا اللابتوب، وجبنا راوتر 4G، وجبنا سماعات مش عارف ليه، وجبنا برينتر. احنا بنوريكم، يعني ما حدش يعمل الكلام ده في عربيته، بس هنوريكم يقدر يشيل لود لغايه فين. كل الحاجات دي اقل من 300 واط،
والانفرتر هنا هو هيبقى بيورينا على الشاشه بتاعتنا الوات اللي احنا ساحبينه كام. من حسن حظي الصراحه، من حسن حظي ودي دايما محتاجه اقولها، ان انا عندي هنا اهو، واغلبيه العربيات اللي فيها العائليه يعني بيبقى فيها ورا مكان للولاعه، فممكن تستغل المكان اللي ورا ده في ان انت توصل عليه هذا الجهاز. خلينا نجرب كده، بسم الله. طيب احنا حاولنا نختبر هذا الجهاز بكل ما اوتينا من قوه، جبنا تقريبا كل الحاجات اللي له وات اللي احنا ممكن نوصلها في العربيه. بص احنا وصلنا هنا اللابتوب وحطينا الشاحن بتاعه بتاع بيسس ال 65 واط وشغلناه على الكهرباء، وجبنا مشترك يا جماعه في العربيه 3 عين عشان نقدر نوصله على طول دايركت. وصلنا هنا اهو السماعه بتاعتنا لان الوات بتاعها قليل، وصلنا البرينتر وبنطبع عليها دلوقتي، ووصلنا الراوتر ال 4 جي. تخيلوا بقى كل الكلام ده واخد قد ايه. بصوا هو 220 فولت اهو، احنا مستهلكين تقريبا 36 واط من ال 300 واط، يعني معانا تقريبا 260 واط ناقصين. وعايز اقول لكم على حاجه كمان، احنا بنشحن موبايل مريم كمان اهو عن طريق اليو اس بي، وعندنا هنا سوكت تاني 220 نقدر نوصله. لا هو السوكت ده احنا موصلين فيه البرنتر. عندنا هنا سوكت كمان تايب سي نقدر نوصل فيه، موجود هنا بس انا جوه هنا. اوكي بس انت خلاص وانس ان انت وصلت المشترك خلاص. الموضوع ده بقى حد يقدر يعمله. انا عايز اقول لكم ان الانفرتر ده ينفع كمان للناس اللي هي عندها بروجكت صغيره وبتحتاج تشغل اجهزه في العربيات بتاعتها، مش لازم ان هو يوصل على البطاريه. بص الموضوع، انا طبعت الورقه دي في المكتب بتاعي اللي جوه العربيه. ففكره ان انت تعمل مكتب في عربيه دي فكره جامده جدا، بس انت محتاج الباور انفرتر اللي احنا مستخدمين منه 10% من الوات اللي ممكن يطلعه. صراحه الموضوع جامد، وانا فهمت ليه هم مطلعين ال 150 وال 200 وال 300. يعني انت ممكن احتياجاتك، عشان مريم قالت لي الموضوع ده لانها تقريبا مش مقتنعه انها محتاجه 300، هي محتاجه بس تشغل حاجه بسيطه اللابتوب في العربيه، فممكن تجيب 150 واط او 200، ولكن لو معاك ال 300 تقدر تستخدمها استخدامات اكتر. يعني ال 300 يشغل 150 وال 200، ولكن ال 150 هتلاقيك ليميتد لل 150 بس. لا تجرب هذا في المنزل. احنا دلوقتي بنختبر السيفتي بتاع الباور انفرتر. جبنا خلاط 800 واط بيوصل لغايه 1000 واط في الهاي سبيد، وهنوصله على هذا الجهاز الغلبان ال 300 واط ونتشيك كده السيفتي بتاعه اخباره ايه. طبعا احنا اول ما نشغل هنا ده هيقوم عادي خالص لان هو لسه ما بيسحبش حاجه. هنبدا نشغل الخلاط ونقول له احنا محتاجين نعمل سموذي 45 ثانيه. ايه اللي هيحصل بقى؟ بص يلا يا باشا، يلا 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 يلا. بص 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 بص, بص. هيسحب وقت قد ايه؟ 30 37 44. ها ده فصل، ايرور، عمل لوك. مش ايرور، مش ايرور، لوك. هو عمل لوك، فصل الكونكشن هنا بتاع ال 220 وخلاص. ال 220 ما بقتش شغاله. ليه؟ لان هو عمل سيفتي ويحافظ على الاجهزه اللي موجوده ويحافظ على الجهاز نفسه ويحافظ على العربيه. ففكره ان انت تشتري الصراحه انفرتر يكون بيهتم بالسيفتي بهذا الشكل، وفكره ان هو يبقى موجود عندك في العربيه معاك 220 تقدر ان انت تشغل اي حاجه انت عايزها وذن ال 300 واط، ولو عليت عن ال 300 واط هو هيقفل عشان حضرتك ما تتهورش وتجيب لي بقى سخانات ومش عارف ايه وبتاع. فالموضوع الصراحه جامد. خلينا نجرب بقى الانفليتر ده ونوصله كده على العربيه. قربي عليا. احنا قلنا له دلوقتي عربيه والسواق نشغل من هنا. احنا قايلين له عايزين نوصل ل 36 وهو 33 ونص. اهو وصل ل 36. دقيقتين بالظبط ونفخ من 33 ل 36. فهو الموضوع جامد. وعلى فكره الكاوتش ده برده من الكاوتشات الضخمه يعني. ادي يا باشا معاك منفاخ في عربيتك. الصراحه التجربه حلوه جدا. فكره الحاجات اللي هي البورتبل اللي موجود في العربيه دي جامده. انا معايا دلوقتي كهرباء 220 في العربيه، ومعايا كمان الانفليتر بتاعي في العربيه بحيث لو لا قدر الله العجله نامت او حاجه اقدر انفخها. والتشارجر ال 65 واط اللي موجود برده في العربيه او في المكتب كشاحن، فهو حاجه جامده. وعايز اقول لكم اخر اوبشن بقى اللي احنا ما اتكلمناش عليه، هي حته لو انت عايز تعمل كامبينج او انت عايز تستخدم بطاريه العربيه انها تجيب 220 في بيتك بقى في غيطك في اي حته، تقدر ان انت تعمل ايه؟ توصل هذه البلاج كده مكان البلاج اللي جايه من الولاعه. هتوصل دي هنا اهو، توصل ده في البلس والماينس بتاع العربيه، وهو ياخد ال 12 فولت من بطاريه العربيه ويحولهم ل 220 ويطلع 300 واط. جامد ولا مش جامد؟ جامد.